اوعى تتفرج على هذا الفيلم ابدا. بس قبل ما احكي لك عن خطورة هذا الفيلم مش غلط انك تعمل لايك وتتابعني. هذا الفيلم هو اخطر فيلم انعمل على وجه الارض، وكان السبب لدخول السحر لكل البيوت المصرية. القصة كلها عزيزي المشاهد انه مخرج هذا الفيلم ياسين اسماعيل كان بيعمل فيلم رعب علشان يعمل احداث واقعية ويعطي جو رعب حقيقي للمشاهد، فقرر انه يستعين بساحر حقيقي وجاب واحد من اخطر السحرة الموجودين بالعالم، وهو الساحر السيد حسين الفلكي، مشان يمثل بمشهد لتحضير الجن. واتفق معاه انه يقول كلام زي الطلاسم، بس اهم اشي ما يكون سحر حقيقي. لكن الساحر حسين الفلكي خدعه وقال اخطر تعويذة موجودة على وجه الارض. وقت تصوير هذا المشهد بدأت تصير اشياء مرعبة ومخيفة جدا، واي واحد كان بيتفرج على هذا الفيلم كان بيصير له احداث مرعبة. فيا ترى ايش الطريقة اللي مات فيها حسين الفلكي، وايش الاحداث المرعبة اللي كانت تصير للناس وهي بتتفرج على هذا الفيلم؟ عشان هيك عزيزي المشاهد عملت لك فيديو كامل عن هذا الموضوع، الرابط باول تعليق او على قناتي باليوتيوب.